طبعا كلكم عارفين المشكله اللي حصلت لي والفتره الصعبه اللي انا مريت بيها الفتره اللي فاتت، وانا مريت بايه. تمام. بالنسبه للترند اللي طالع باسمي اليومين دول، طبعا كلنا شايفين ان مش احسن حاجه، وان سمعتي بقت مش زي الزفت، هي بقت مش موجوده اصلا. انا حياتي شبه اتدمرت، هي حرفيا اتدمرت. تمام. انا بعد المشكله اللي انا مريت بيها الفتره اللي فاتت، والحمد لله الحمد لله ربنا اكرمني وعديت على خير ونجاني منها. الترند اللي منتشر اليومين دول ملوش اي علاقه تماما بمشكلتي اللي انا كنت فيها. انا مشكلتي اللي انا كنت فيها دي كنت فيها بسبب طريقه تقديمي للمحتوى على السوشيال ميديا. دي الحاجه اللي انا كنت بتسائل فيها، و ربنا اراد الحمد لله واكرمني ان هو يديني فرصه تانية ان انا اصلح من محتوايا، وان انا اخرج. سواء كنت هكمل او مش هكمل، انا كنت ناويه اصلا ان انا مش هكمل في السوشيال ميديا. انا كده كده كنت ناويه ان انا مش هكمل، كنتوش هتشوفوني تاني. انا اتفاجئت زيكم بالفيديو المنتشر اليومين دول باسمي وفضيحه هدير عبد الرازق وهكذا. تمام. انا مش طالعه انكر واقول ان انا اللي مش في الفيديو. اوكي، الفيديو بتاعي، بس اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم وحياة لا اله الا الله، انا ما اعرف هو انتشر ازاي، ولا اعرف ده حصل اللي حصل ده ازاي. انا اصلا لحد وقتنا هذا وانا قاعده بكلمكم وطالعه لايف، انا موبايلي اللي انا كنت بطلع منه لايفات متحرص في القضيه اللي انا كنت فيها، لسه حرز في النيابه. يعني انا تليفوني متحرص في النيابه. تمام. الفيديو ده انا معرفش هو انتشر ازاي وليه. تمام. الشخص اللي كان معايا في الفيديو ده مش زي ما الناس بتقول في الكومنتات الولد اللي انا كنت بطلع معاه في الفيديوهات، ولا الولد اللي انا كنت بصور معاه ترندات، ولا الكلام ده خالص. تمام. اقسم بالله العظيم انا ما بني ادمه مش كويسه، ولا بني ادمه تربيتي واخلاقي مش كويسه زي ما الناس بتقول، ولا الكلام ده خالص. انا بس طالعه ابرر حاجه واحده، انا كمان مش طالعه ابرر موقفي بس، انا طالعه احاول انقذ اللي باقي من كرامتي وسيرتي وسيره اهلي، لان هم ما لهمش ذنب في اي حاجه. انا الشخص اللي كان معايا في الفيديو كان جوزي على سنه الله ورسوله، بشرع ربنا وحلال ربنا. ادي قسيمه الجواز. تمام. في 2021 احنا اتجوزنا في 2021، وانا ما اعلنتش على السوشيال ميديا ان انا اتجوزت علشان خاطر انا ما كنتش حابه حد يدخل في حياتي الشخصيه، ما كنتش حابه اعرض حياتي الزوجيه زي ما حصل قبل كده واكرر اخطائي. كنت عايزه اعيش في حالي وفي حياتي. ما حصلش نصيب في ان دي، واتطلقنا. ادي قسيمه الطلاق، اشهار طلاق. تمام. اتطلقت منه من سنه بالظبط، والفيديو ده انا معرفش عنه اي حاجه لحد ما شفته اليومين دول بعد الموقف والمشكله اللي حصلت لي واتشاير. ماشي. بالنسبه للناس اللي بتقول ان هو الولد اللي كان بيطلع معايا، فانا بس حابه اوريكم حاجه. ادي صورتي، بس انا طبعا مش هقدر اعرض وشه، صورتي انا وهو، وادي الحظاظه اللي في الفيديو في ايده اهي. ده كان جوزي. انا لو ولا ليا في اي حاجه مش مظبوطه، ولا ليا في انا لو واحده مش كويسه عادي ممكن اجاري ناس كتير قوي، واجاري عروض كتير قوي وسكت كتير قوي بتتعرض عليا. انا عمري ما مشيت في حاجه غلط، وعمري ما مشيت في حاجه حرام، وعمري ما عملت اي حاجه تغضب ربنا. انا بتجوز على سنه الله ورسوله. انا حتى ما بصاحبش علاقات عاديه، حتى ان انا اصاحب او ارتبط كده وخلاص ما بتحصلش. انا بتجوز على سنه الله ورسوله، وده كان جوزي. فبعد اذنكم لو سمحتوا اللايف ده يتشير، ومن فضلكم بعد اذنكم اي حد بيشوف الفيديو او بيشيره اتقوا الله. انت عندك اخت وعندك اخت، عندك ام، عندك زوجه، يعني عشان خاطر ربنا اي حد بيشير الفيديو خصيني قدام ربنا يوم القيامه، لان انا اهلي اتدمروا.
وحياتي اتدمرت. انا بعد الجوازه اللي انا اتطلقت منها دي بتاع صاحب انا دلوقتي متجوزه، انا اتجوزت ست متجوزه، هتطلق او اتطلقت، بيتي اتخرب. انا بعد ما خرجت من مشكلتي اللي انا كنت فيها انا اتجوزت، بس انا ما كنتش عايزه برضه اعلن. فانا حاليا حياتي باظت، حياتي اتدمرت، فكما تدين تدان. بعد اذنكم يا جماعه من فضلكم الفيديو على قد ما تقدروا امنعوا انتشاره، وكفايه فضايح، كفايه فضايح ليا والاهل، عشان انا عندي ناس ملهاش ذنب، ملهاش ذنب في اخطائي او في اي حاجه او في اي غفله انا كنت فيها. انا المحتوى اللي كان بيضايقكم انا ما كنتش هطلع تاني، انتوا كده كده بعد اللايف ده مش هتشوفوني تاني. فانا بعد اذنكم كل اللي هقوله لكم استروا ما ترون وما تسمعون عن عورات الاخرين ليستر الله عوراتكم يوم القيامه وفي الدنيا وفي الاخره. فاحتسبوني او ما تحتسبونيش، اعملوا حساب لاهاليكم، لستاتكم واهاليكم. تمام. الراجل ده كان جوزي، والراجل ده خلاص انا وهو ما بقاش بيني وبينه، فانا لا احب له اذى ولا مشاكل، ولا انا عايزه اتضرر اكتر ما انا اللي تضررت وانا اللي اتفضحت. معلش النت فصل. تمام. انا بس حابه اقول حاجه اخيره. انا قدمت محضر، انا عملت محضر في كذا قناه وفي كذا صفحه، وفي حسبي الله ونعم الوكيل في اللي اتسرب بالفيديو ده من تليفوني ولا اتسرب بالطريقه البشعه دي. ف انا كده كده قدمت محضر في مباحث الانترنت وانا مش ساكته، انا عملت بلاغات كتير جدا فلو سمحتوا عشان ما حدش يتاذي وعلشان انتوا ما تاذونيش، انا اكتر من كده، انا سواء انا او اهلي انا كده كده واثقه في القضاء انه هيجيب لي حقي، وان على الاقل يحصل اي حاجه تنصفني. فانا دلوقتي هتابع مشكلتي مع القضاء، مش اكتر من كده. شكرا اللي انتوا سمعتوني، وبجد كفايه فضايح عشان خاطر ربنا. وكده انا مش هعرف حتى اطلع ان انا اقدر اظهر تاني على السوشيال ميديا، ولا هتشوفوني تاني في اي حته. فيا ريت يا ريت كفايه ترندات على اسمي، كفايه ناس تطلع تشهر بيا وتتكلم وتتريق، وكفايه فضايح. ولو سمحتوا لازم الناس كلها تعرف، اللي شهرت الفيديو واللي اتفرجت على الفيديو الحقيقه، تعرف ان انا مش واحده كنت بزني ولا كنت بعمل حاجه حرام. فارحموا ترحموا، ولو سمحتوا شيروا اللايف ده عشان الناس تعرف الحقيقه، وان الراجل ده كان جوزي على سنه الله ورسوله، وان انا مش خطاءه ومش زانيه زي ما الناس بتقول. لا مش حاسس اهي القسيمه اهي. تمام. ثانيه واحده برضو تاني، بس عشان الصوره بتاعت الحظاظه، بس ما تفتكروش ان انا اهي الصوره بتاعت نفس الدقن نفس كل حاجه، وادي الحظاظه اللي كانت في الفيديو. تمام. شكرا. باي باي.